ايوا البنات، لقيتوني عاد دخلت، عرفتو عييت والصهد يا اختي، الصهد عرفتو. كنت جايه جاره الطرولي هادي كتنفعني تخديه، عرفتي كنجرها ونضرب يديا مع هاد الباب، عرفتي كنحس بها كضرني، باينه نحيدها غنلقاها شي حمراء ولا زرقاء ولا المهم ما علينا. شي لقيتوني دخلت. للاسف الشديد مني مشيت للمبدا في سيتي سنتر، كان تما نورمالمون كان الان بي دي بانك، تما عملت ان بي دي، ولكن لقيتهم سدوه، ما عرفتش واش كيصايبوا شي حاجه ولا المهم لقيتو ما حاش. فللاسف الشديد ما مشيتش للبنك. انا داك اللي عارفه قريب هنايا كاين واحد قريب ليا الخدمه، صافي قلت حتى شي نهار، مع انه ما كنظنش هذا الشهر لانه الرحلات اللي عندي كامل كنجيب مع 7 ديال العشيه 8، ف غادي يكون سد، فماشي مشكل. غدا خدامه، بعدا عتاي ما خداماش، فغدا شنو غدا الخميس غيكون الجمعه، فجو كخوا الجمعه كيحلوا، فغنمشي ثم الجمعه نمشي. المهم نشارك معكم يا اختي شنو شريت. المهم تقديت الصراحه التقضيه اللي تقديتها. المهم انا شوف، ما نقولش لكم انا كنتقدا كل شهر، ما نقولش لكم انا كنتقدا كل سيمانه، ما نقولش لكم انا كنتقدا كل جوج سيمانات، على حساب بعد الايام مثلا صافي كيتسالى ليا التقضيه، صافي ما كنبقاش يعني كنبقى نقضي غير داكشي اللي كان، وصافي ملي كنمشي نتقدا كناخذ داكشي اللي غادي يكفيني. المهم بالنسبه للخضره راكم عارفين، الخضره غير كنتقدا كنبقى نطيفها لانها كتخسر، واصلا ما كنجيبش بزاف، يعني كنجيب شويه من الحاجه وصافي. المهم بدا لكم دابا الخضره شنو خديت يا اختي 2 دنجالات. خديت كرابس لانني باغا ندير الحريره، شفت ماما دايره الفيديو ديال ام خليفه دايره ليها اختي الحريره وانا ما دارتهاش ليا، تشهيت الحريره غنصايب الحريره، مع انه الحريره ديال ماما كتعجبني بزاف، ولكن انا كنصايب الحريره زوينه، ولكن ديال ماما اختي خاصه. هانتي يا ماما، انا مشيت بسبتك نتيا، مشيت انا خديت الحريره. المهم خديت الكرابس ما عنديش، اما الحمص وداكشي صراحه عندي. خديت مطيشه، اختي كتحط الفيديوهات كتشهيني، فغادي نخليكم خانات. القناه ديال اختي هنايا اللي باقي ما شافهاش يمشي يشوفها. خديت البروكولي، خديت اللوبيا، شنو اخر خديت شنو كيسموا هادي يا ربي نسيت عليا عاوتاني، الملوخيه. هذه كتعجبني تنديرها مع بصراحه انا من العاده تنديرها مع اللحم، ولكن هذه المره انا ما جبتش اللحم لانني باغا نوقف اللحم وباغا نوقف الدجاج، فقررت انني نوقف اللحم ونوقف الدجاج. فخديت هذه غنديرها مثلا هكذا نطيبها غير مع مطيشه ونديرها مع الرز بيض وصالح. خديت هاد الكوسه اللي كتكون محفوره، لانني انا اختي ملي كنحفرها تقطع ليا، لاني ما عنديش الماتيريال ديال الحفار ديالها، فخديتها معنا هي الصراحه هذه نص كيلو كان 13 درهم، مع ان الكيلو داير 6 دراهم، ولكن لانها محفوره وهذا اورغانيك فخديتها ندير بها ان شاء الله اللي درتها نشاركها معكم. خديت هاد السلطه ايطاليه، هذه كتكون جاهزه، غير كدير لها غير القامه ديالها داكشي. هذه بحال دابا الخدمه هكذا جنبت شي حاجه خفيفه. خديت المشروم تيعجبني حتى هو. المهم نتوما خديت يعني كل حاجه منها غير شويه. خديت 3 ديال الفلفلات، كتعجبني في التكتوكه ولا نديرها مثلا شويه ونديرها مع السلطه. خديت القزبر معدنوس لانني غادي كما قلت لكم غندير الحريره، مع انه عندي باقي مقطع في الفريغو، ولكن بغيت ندير شي حاجه فريش يا اختي. خديت هذا الخس، يعني خديت صراحه خديت هذا هو الاول شفت هذيك السلطه عاد خديتها ماشي مشكل. خديت كذلك الخيار، المهم الخيار انا كخديت منه لانني كناكل بزاف. خديت الخيزو، عرفتوا البنات اش كندير بعد ما كنكون غادا الخدمه، تنبغي ندي معايا اي حاجه باش ما ناكلش الماكله ديال الخدمه. فاش كندير كنشد الخيزو كنقطعو كنقشرو وتنقطعو هكذا سلايس طوال، وتندير الخيزو حتى هما سلايس طوال، وتندير معاهم شويه ديال الحامض، صافي تنبقى هكذا نهيل من الجوع. خديت الحامض لان انا كيعجبني العصير ديال الحامض، بعدا جبت اللحوت وكذلك جبت بعض المرات كيعجبني نخلط عصير الحامض مع عصير الليمون. خديت البطاطا، انا كنحط هنا باش ما نتلفش، ما نخدش شنو نقول لكم. خديت البصله، شنو اخر خديت دابا نجيو للديسير. خديت هاد الطوماط الصغيره ديال السلطه. خديت في الديسير، انا شوف في الديسير انا تيعجبني البنان، تيعجبني الليمون، وتيعجبني هذا شنو تيسموه الحب الملوك. كيعجبني كذلك الفريز، ولكن صراحه الفريز كنت بغيت ناخذ لقيت كرتونه طويله كبيره فغادي تخطر ليا، فما خديتهاش لان ما لقيتش الكرتونه الصغيره، ما لقيتش يعني صغيره بحال هكذا، فما خديتوش.
وخديت كذلك هذا الليمون هذا، تناخذ انا هذه السله هذه غادي تنبقى معصب هكذا في الصباح. شنو خديت اخر؟ خديت اللبنه التركيه، هذه تعجبني في الفطور. خديت هذا الزيتون هذا تا هو في الفطور. صراحه تبغى ناخذ الزيتون بالعظم ولكن ما لقيتوش، خديت هذا السلايس ديال الزيتون هذا. بعد ما تنصايب غير سلطه ولا شي حاجه تعجبني نديرو معاها، اولا مثلا بعد ما ملي كيكون ما عندي والو، فشنو كندير؟ كنسلق الروز، كندير معاه هذا الزيتون سلايس، كندير معاه نقطع حتى الخيزو تا هو تنقطعو شويه صغيور وهكذا تندير شي خلطه جلاطه وصافي. المهم شي حاجه اللي ناكلها. وخديت هذا الزيتون تا هو الخضر تا هو سلايس مقطع، وهذا ديال الفطور. هذا زيتون لبناني. خديت كذلك جبنه حلوم، هذه تعجبني بعد ما تنديرها غير في المقيله في الفطور، وتندير فيها مع هكذا شويه ديال زيت العود وكنخليها بحال تقلع تجي زوينه. خديت اللوبيا لان اختي انا من عشاق اللوبيا. خديت اختي الحليب، المهم انا الحليب القهوه ضروري ما شربتهاش لانه ما كانش عندي الحليب. خديت كيري، انا تعجبني هاد كيري اختي، كيري الفرج الوحيد اللي تعجبني هو كيري. وخديت هذا نورمالمون ديال الدراري صغار، كان زعما كنبقى ندير معايا الخدمه يا اختي انه تيحيد لك الجوع. فيه هذا البسكوي بحال هكا، فيه هذا بقيت دايرين عليه عرض خديتو. خديت هذا احسن دانون انا تيعجبني هنا في الامارات، هو هذا لقيتو حتى في المغرب، حتى في المغرب كاين في كارفور في المغرب. هذا ديال الفانيلا صراحه زوين تيعجبني، هو ديما تلقاه في كارفور، وبعد ما صراحه ما تيكونش، بعد ما تيكون مسالي فلقيتو جبتو. شوفوا كيفاش تيكون داير زويون. هذا كاين في المغرب، كاين في مره شفتو في المغرب. شنو خديت اخر؟ وخديت هذا دانون هكذا. هذا بعد ما كنكون غادا الخدمه مثلا تنفيق معطله شي حاجه، المهم تنهز لي اي حاجه ناكلها خفيفه. وشنو خديت اخر؟ دابا نجيب لهذا الشيء اللي باقي شوف تنبقى نحرك هذا الشيء اللي باقي في هذا. خديت كرواسه ديال الصباح، عرفتو انا دابا كنبدا فيا الجوع. خديت البيض، المهم هذا البيض هذا البلاطو تيدير شحال تيبقى عندي. المهم انا تعجبني البيض في الفرن مقلي. خديت يا اختي طبعا ميلفي كاينه في كارفور زوينه، طبعا ديال المغرب احسن ولكن المهم فريده منها. خديت الخبز، هذا الخبز تعجبني هذا. خديت الكومير، طبعا جوج كوميرات هادو راه تنقطعهم تنديرهم في فريكو بحال دابا هادي نقطع على 3 ونديرها في فريكو فيما هكذا ما تناكلش. يعني انا كنت كنقول لكم غادي تعز عليا خبز ولكن كنحاول انني ما ناكلش يوميا، فهادو تنديرهم غير تحت بحال هكذا في الفطور هكذا قطع صغيره هكذا. وخديت كذلك هذا ديال الساندويتشات، هادو تنديرهم غير تحت الكبار اللي تقطع تنديرهم غير هادو دغيا تنساليهم مع الفطور. تناكلهم كنحاول ناكلهم غير في الصباح في الفطور، يعني ما تقدرش يعني الريجيم ما نقدرش ناكل فيه الخبز، ولكن اختي انا انسانه ما تنقدرش. المهم طاليه صغيره في النهار ماشي مشكله. خديت هاد الباراطه هذا ديال بحال شكل الرغيف، حتى ما تنديرهم فريكو، وهذه تقدر ديري حتى شهر، ديري حتى المهم ماشي يعني يوميا. مشيت كذلك خديت هاد واحد البلاصه ديال القطاني، لقيت عندهم. خديت السميده رقيقه ندير اختي هاد المره بعد ما ندير هكذا حيره ديال السميده. وخديت 7 بهارات. خديت هذه البهارات ديال الحوت لانه مبقاش عندي البهارات. خديت هذا الفول هذا اللي كيكون هكذا بحال ديالنا ديال المغرب، هذا الصراحه ما كنبقاش بزاف لقيتو خديتو الحريره بغيت منه غير شويه. خديت الرز بسمتي، المهم نكمل هكذا خديت غير شويه باش المهم بقى يديا انه هذيك العلبه ديال البسمتي كتكون كبيره فكتبقى عندي شحال. فخديت هذا. خديت الرز مصري لانه هو اللي غادي نعمر به هذاك هاد سميتها شنو تيسموها بالقرعه، وكذلك نقدر نعمر به الفلفله. وخديت العدس على ديك الحريره بقى ليا محيد بقى كيعجبني العدس. شنو اخر؟ خديت طبعا خديت الماء. خديت الماء هادو قراعي صغار، هادو مثلا كنبغي نخرج تنهز معايا وحده صغيره، خديت منهم 2. وخديت من المرصفه غادي تشد لكم الطرا اللي كانت ثقيله. وخديت من هادو كبار 3 كل وحده فيها، هادو كل وحده فيها 6 والصغار كل وحده فيها 12. طبعا هاد الماء تيدي ليا يعني يقدر يبقى عندي حتى المهم يعني حتى ما تيسالي عاوتاني نعاود نشري باش ما نبقاوش كنلقى عند البقاله. هنايا شنو عندي؟
انا خديت السلامون، قلت لكم هاد المره ما جبت لا لحم لا دجاج لا شي حاجه، جبت غير كفته باش نعمر بها القرعه. اما شي اخر كله حوت. هذه الكفته اللي جبت هذه كفته استراليه. هذه شحال فيها؟ هذه فيها 302 غرام، فهذه نقدر نقسمها على جوج. هذا السلامون هذا طرف بحال هكذا، شي مره هكذا ندير هكذا هاد الطرف هذا وندير معاه شويه ديال الشلاضه صافي يكون هذا هو الغدا ديالي. خديت هاد الكالامار حتى هو نقدر نقسمو على جوج. المهم تنشوف دابا انا نبدا نقاد نقسمو على جوج هكذا، شي مره نديرو في الفريكو شي مره نجبدو حتى هو نديرو هكذا وندير معاه سلطه. وخديت هذا تيكون ميكس سي فود، حتى هو نفس الشيء نقدر نقسموه على جوج. هذا اورغانيك. خديت هذه ديال شنو كيسموه الفجل بالسلطه. المهم هاد الايام غير الخضره والسلطه والحوت صافي. وخديت هذا شنو سميتو اكتاميل. المهم هذا ديال عصير ديال فيه بروتينات بزاف وصحي، فخديتو هذا خليته في الثلاجه حتى نكون باغا خارجه ولا شي حاجه وفيها السخفه نعتق راسي بها. طبعا كون ضروري ما نقطعو داكشي ديال السقاطه. ما خديت شيبس طبعا هادو تما ماشي يعني غادي مره تنشيهاهم. ف ولا مثلا هكذا كنكون متعرفه نتجاهم. خديت هذه ديال الليز ديال الملح، خديت هذه ديال التشيلي في الحاره، خديت هذه ديال التايب في الحاره، خديت هذه السفاري زوينه كتعجبني. هي سولت وفيها الفينيغر فيها الخل زوينه تعجبني. خديت هذه ديال تشيتوس حاره. بعد ما تشوفوا كتكون عندي شي ريحه طويله تندي معايا هادشي في الطياره تنبقى عارفه عليه. خديت هذه بالتشيز بالجبل، وهذه طبعا غنيه عن تعريف تشيبس عمان. اخر صافي. خديت يا اختي هذا شنو سميتو يا ربي بيستاش، خديتو كنت هذه عامره عندي تنحلها وتنبقى هكذا كل مره ناخذ منها شويه. ف خديتو انا فريمون تعجبني بزاف. يا اختي تعجبني شي حاجه ما نخليهاش خاطري. وطبعا خديت ريد بول انا بعد مرات مشيت ناخذها من السوبر ماركت ب 15 درهم الوحده اولا 12 درهم، فخديت دابا 4 8. فخديت هذه ب 38 درهم. خديتهم طبعا نخليهم في الثلاجه ماشي يوميا كيف ما قلت لكم. بعد ما تنكون يا اختي ما مصحفهاش تنبغي نصحصح وما عنديش الوقت تنفيق من الناس، ما عنديش الوقت باش نصايب القهوه فتنديرها. وخديت الفول. هذا الفول معلب هذا تعورت يدي. فبعد مرات كما قلت لكم ما تنكون مزروبه، ما تنكونش مثلا عندي ما صافي. انا قلت انني ما نبقاش نطلب الماكله، انا غير وحده كنطلب الماكله. انا ملي كنطلب الماكله وكنطلبها ما كنطلبش يعني كنطلب مطاعم لبنانيه، كنطلب مطاعم تركيه. فكنطلب الماكله كتقدر مثلا نطلب اوردر تجي فيه 60 درهم 70 درهم فحرام. فهذا الفول هذا اش كندير هذا ماشي هذا نورمالمون تقدروا تاكلوا بحال هكذا، ولكن انا عندي طريقتي اللي كنطيبوا به كيجي زوين. شي مره نجربها معكم فكنطيبوا. المهم يوم من الايام نطيب معكم طبعا في الفطور في الغداء في العشاء فور ايفر. اخر حاجه اللي بقات ليا وهي الحوت. هذا هو اللي عذبني ساعه ولا كنتسنى فيه. هادشي هنايا بغيت نشوف الماكله اللي حطيته باش ما يتهرج. فهذا شنو خديت هذا سلطان ابراهيم وقيله. هما انا اختاريت نعرفش بالحوت السميات، ولكن كنت نقول لهم السميات تيجيوهم ليا تيعجبوني. خديت وحده من هذه. شوفوا البنات انا غادي نوريكم. راه قطعها نقاوها ليا. المغاربه طبعا هما اللي خدامين في كارفور في البلاصه ديال الحوت، فقطعها ليا مزيان. هذه نقدر مثلا شي نهار نعمرها ونديرها في الفران مع ناس صغيره هي انا بوحدي. طبعا لا كتاب يجي شي حد ياخذ معايا مرحبا به. خديت هذه سميتها ليدي فيش. هذه زوينه تجي جديده ديال بحال الشكل الطعم ديالها بحال الشكل الميرنا ديالنا الصول. المهم ما عرفتش شنو كيسموها بالعربيه. المهم سميتها ليدي فيش اللي هي الليدي هي الامراه والفيش هو الحوت. المهم كتجي بحال هكا صغيره نحيد عليا اللحم الدجاج داكشي كامل. وهذا ما عرفتش شنو سميتو حتى هو. المهم حويج صغيور. وخديت هذا شنو تيسموه سيباس. هذه الكروفيت. مع انني نسيت ما درتش ليه ما كنتش صراحه باغي نقيه في الخاليه ماشي مشكل. انا عندي واحد الطريقه ديال الكروفيت البنات
كنطيبو بالجلوف ديالو تيجي زوين، تنغسلو تنطيبو بالجلوف ديالو تيجي زوين. جو كخوا ما عرفتش مشاركه معكم قبل ولا مشاركاش معكم، ولكن هاد المره نسيت. قال لي واش نبقي كلشي، نسيت انني واخده كروفيت، فقلت لي فنبقى عليا ماشي مشكله، نقدر نديرو مع شي سلطه ولا هذا. وخديت هاد الحوت هذا حتى هو نقدر مثلا هكذا ندخلو غير الفران بحال هكذا بوحديتو. فنقلي انا ما غاديش نقلي الحوت، غنحاول انني ما نقليش. غادي السردين، شوفوا السردين من هنا ما عرفتش علاش ما تيحيدوش لي هذاك ديالو. المهم انا هادشي دابا غادي نغسلو، غادي نقادو، غنخليه يتقطر، وغادي نحاول نقسمو وغادي نديروه في فريكو. في دبي طبعا كاين الفيش ماركت اولا السوق ديال السمك، ولكن انا اختي ما كنمشيش ليه لانه السوق ديال السمك هادشي اللي خصك تاخدي شي حاجه اللي كميه كبيره، وانا كناخذ غير هكذا غير على قدي وهذا. فحتى في كارفور الحوت عندهم فريش، وكاينين الدراري خدامين تما مغاربه فتي يعني تيقول لك الا كان الحوت فريش زوين تيقول لك خدي، الا ما كانش تيقول لك لا ما تاخديش، راه ماشي هذا ديال البارح ولا هذا. ايوا البنات صافي كانت هذه هي المشتريات ديالي يا اختي. ودابا يا اختي تابعاني واحد التماره وراني حيره شنو نطيب. المهم صراحه فيا الجوع، ما فياش لي صبر، وباغا ندير داكشي بالزربه. فلهذا غادي ندير الطاوه ديال الحوت مع الخضره في الفران. غادي ندخلها في الفران، ما غنقلي ما حتى شي حاجه، مع اني كنت خاطر انني نصايب السردين ونقليه وهذا، ولكن غادي نصايب غير الطاوه في الفران. ندير معها كاع الخضره اللي شريتها، نخلط جلاطه خلاطه المهم فلفله المطيشه بطاطا شنو اخر شنو جبت اخر. المهم الخضره اللي عندي غادي نديرها يا اختي، وغادي نمشي نرتاح شويه حتى ناكل ونشبع الكريشه، وديك الساعه عاد نجي نقاد هادشي وندوش والناس لانه غدا خدامه. صافي كان هذا هو الفيديو ديال. المهم انا كنحاول فين ما كنكون ما خداماش كنحاول نصور معكم فيديو ندير لكم داكشي اللي تندير هاد الايام. ما صورتش لكم على برا الامارات لانه الرحلات اللي عندي كلهم يعني مثلا باتش يعني غادا جايه، لانه كما قلت لكم ملي كتبغي تاخدي ايام اجازه خصك ديري رحلات تمشي وتجي باش يكون عندك ايام اوف. نتوما عارفين انا كنت خديت ديك 12 يوم، فاختكم المهم غير بين دول الخليج، السعوديه، الدوحه، مسقط، البحرين، الكويت، يعني غير دول الخليج تمشي وترجع. فداك الشيء علاش ما تنصورش لكم، ما سافرش بلاصه. عندي رحله ان شاء الله المالديف، فغادي نحاول نصور لكم تما، وان شاء الله الشهر الجاي ديك الساعه نشوفوا شنو غادي يكون عندنا ونشارك معكم كلشي. رجعوا للفيديوهات ديال الصفر، مع انني كنشوف بزاف الناس ما كيتفاعلوش مع الفيديوهات ديال الصفر، ما عرفتش علاش، اكثر من انهم كيتفاعلوا مع اللي هكذا الحتيت والهضره وهذا. المهم ما علينا اختي، داكشي اللي كتبغوا انا نديرو لكم. انا اختي تابعكم، نتوما اللي تعجبكم نديرو لكم. يلا نسيت شكرا لكم بزاف على 50,000. خدنا اختي وصلنا ل 50,000. شكرا بزاف لكم، وان شاء الله من 50,000 نوصلوا ل 100,000. انا صراحه فرحت، كنت احتاجتني واحد الوقت اللي صافي بحال فقدت الامال من اليوتيوب، ولكن الحمد لله. يلا شدوا الهمه ونزيدوا ان شاء الله قدام. يلا نشوفكم فيديو اخر. باي باي.